مرحبا، هذه ميمونة وانت الحين في حياة ميمونة. اللحظة اللي تسمع فيها صوتي يمكن تكون في سيارتك، ويمكن تكون قاعد عند باب البيت تقول بقوم بس للحين ما قمت. اليوم بتكلم عن ذيك اليلسة الغريبة، يلسة السيارة عند باب البيت اللي للحين ما حد فهم شنو هدفها، ولا حد قدر يفسرها بوضوح، بس الكل مر فيها، الكل جربها، والكل عرف شعورها، بس ما قال شي. تكون راجع من الدوام، من مشوار، من أي مكان، توقف سيارتك عند باب البيت وتصكها، بس ما تطلع، تقعد. يمكن تبطل تلفونك، تشوف سناب، تشيك الواتساب، بس في الصج انت ما تبي تشوف شي، انت بس تبي لحظة. يا جماعة، مرة صارت لي سالفة، كنت راجعة من مشوار وتعبانة، وقلت بقعد دقيقتين بس بالسيارة. قسم بالله دقيقتين. قعدت عقب ساعة وهي ملصق في الدريشة، وأمي متصلت لي تقول لي وينك؟ أقول لها برا. برا وين؟ إيش دراني، ما أدري عن نفسي. خلونا نتفلسف شوي. هاللحظة كأنها مساحة بين عالمين، عالم الناس اللي برا وعالم البيت اللي داخل، وانت بالضبط في النص. هل يلسى نوع من أنواع التأمل، ولا يمكن هروب بسيط من المسؤوليات، أو يمكن نوع من أنواع الرفاهية العاطفية؟ أحيانا أقعد في السيارة وأشغل الإيسي، وأحس أني في كوكب بروحي، بس عقب 3 دقايق أبتدي أوسوس. تدرين الإيسي كم يحرق بترول؟ وإذا خلص البترول انزين وإذا اختنقت في السيارة شبك تبون في الخبر؟ ميمونة توفت قدام بيتها وهي ما دخلت. أفكار ووساوس على الفاضي، لو قاعدة في الطبيلة بقول ما عليه، أو الجراج مثل ما تسمونها. تعرفون لما أحد يطق عليكم الدريشة ويقول ها ليش ما دشيت، وترد عليه تقول لا بس مقطع سريع بسمعه وبنزل، والمقطع ما أخذ له نص دقيقة وانت قاعد لك نص ساعة جالس في السيارة. ترى صج في شي غريب بعد، ليش دايما نفتح الانستغرام أول ما نوقف، ولا فجأة نقرر نرسل لأحد كنا متجاهلينه طول اليوم، كأن السيارة عند باب البيت هي المساحة الوحيدة اللي نرجع فيها نحب الناس، ونتحسف على قرارات، ونكتب مسجات ونمسحها بعد. جلسة السيارة مو شي نضحك عليه بس، هي تذكير بسيط إن أحيانا نحتاج نوقف شوي، مو عشان تعبنا، بس عشان نستوعب إن مستمرين حتى وإحنا تايهين. وعلى فكرة، إذا شفتوني قاعدة في سيارتي قدام البيت لا تسألوني ليش ما دخلتي، تسألوني ايش كنت تفكرين فيه، والأكيد بقول لكم ولا شيء، بس كنت أحاول أستوعب الحياة وأنا لابسة شبشب وانتم بكرامة. أنا ميمونة، وهذه كانت حلقة من حياة ميمونة، ونشوفكم في الحلقة الجاية، يمكن بعد مشوار، أو يمكن عند باب بيتكم. مع السلامة.